أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس أشغال إنجاز المركب الصناعي لمحركات الطائرات التابع لمجموعة سفران الفرنسية. المركب الجديد يقع قرب الدار البيضاء، وسعى المغرب من خلاله إلى تعزيز مكانته بوصفه قطبا استراتيجيا عالميا لصناعة الطيران. ويضم هذا المركب مصنعا لتجميع واختبار محركات الطائرات ومصنعا آخر لأنشطة صيانة وإصلاح محركات الطائرات من الجيل الجديد من طائرات إيرباص. وسيشهد المشروع عمليات توسيعية في 3 مواقع أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصدقاء ديالي، مرحبا بكم معنا في قناتنا وقناتكم ماروك 360. الأصدقاء ديالي، اللي كنت أول مرة كتشوف القناة ديالنا فما تبخلوش علينا بداك اللايك ديالكم والاشتراك في القناة وتفعلوا لنا داك زر الجرس باش ديما تكونوا من الأوائل اللي كيتوصلوا بكل جديد ديالنا والفيديوهات الحصرية ديالنا. أصدقاء ديالي، فيديو ديال اليوم فراه فيديو يستحق المشاهدة، كيف ما شفتوا معنا في الأول ديال الفيديو وكيف ما غنتابعوا جميع بحول الله في التتمه ديال الفيديو ديالنا من الاول ديالو حتى التالي. ونتلاقاو طبعا بعد نهايه الفيديو. ما تنساوش كيف ما العاده تخليونا الراي ديالكم في اسفل التعليقات وتبارطاجينا الفيديو مع اصدقاء ديالكم باش يوصل جميع المغاربه داخل وخارج انحاء الوطن. اصدقاء ديالي، ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي نمشيو جميع نشوفوا الفيديو ديالنا ديال اليوم ونتلاقاو بحول الله بعد النهايه ديالو. أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس مشروعا لتصنيع وصيانة محركات الطائرات تابعة لمجموعة فرنسية بميزانية تقدر بنحو 340 مليون دولار في المنطقة الصناعية نواصر بضواحي دار البيضاء، وفقا لوكالة الأنباء المغربية. وأوضح المصدر أن المنشأة تضم مصنعا لتجميع واختبار محركات الطائرات، وآخر لتصنيع محركات الجيل الجديد لطائرات أخرى، ما يعزز مكانة المغرب كقطب استراتيجي عالمي في قطاع صناعة الطيران. أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس أشغال إنجاز المركب الصناعي لمحركات الطائرات التابع لمجموعة سفران الفرنسية. المركب الجديد يقع قرب الدار البيضاء، وسعى المغرب من خلاله إلى تعزيز مكانته بوصفه قطبا استراتيجيا عالميا لصناعة الطيران. ويضم هذا المركب مصنعا لتجميع واختبار محركات الطائرات ومصنعا آخر لأنشطة صيانة وإصلاح محركات الطائرات من الجيل الجديد من طائرات إيرباص. وسيشهد المشروع عمليات توسيعية في 3 مواقع أخرى باستثمار تفوق قيمته 400 مليون دولار. وستتمكن هذه المشاريع من توفير آلاف الوظائف لمنظومة قطاع صناعة الطيران في المملكة بحسب الحكومة المغربية. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الدار البيضاء السيد رياض مزاور الوزير الصناعة والتجارة المغربي. أهلا بك سعادة الوزير. برأيك ما أهمية المركب الجديد لصناعة الطيران في المغرب؟ شكرا على الاستضافة، هذا شرف لي. بالنسبة لهذا الاستثمار، هذا استثمار يشكل قفزة نوعية بالنسبة لمنظومة صناعة الطيران في المغرب، بحيث أن عدد ديال الدول اللي كيجمعوا المحرك بصفة نهائية هو كيتحسب على أصابع يد واحدة، والمغرب اليوم أصبح ضمن هذه الدول. هذه صناعة جد معقدة اللي كتطلب مهارات قوية، وكنفتخروا بأن المغرب دخل في نادي هذه الدول اللي هي قادرة على تصنيع محرك ديال طائرة تجارية ضخمة. طيب السيد رياض، ما العائد الاقتصادي المتوقع من هذا المشروع على المدى المتوسط؟ كما تعلمون، صناعة الطيران في المغرب هي قطب الذي ضاعف الصادرات ديالو ب 26 مرة، من 100 مليون دولار سنة 2004
إلى تقريبا مليارين و600 مليون دولار سنة 2024. هذا المشروع في حد ذاته سيمكن المغرب من مضاعفة هذا الرقم للوصول إلى أكثر من 5 مليار دولار خلال 3 سنوات المقبلة إن شاء الله. طيب سيادة الوزير، كيف برأيك سيساهم في نقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات المغربية؟ كما تعلمون المغرب عنده سياسة تحت القيادة الرشيدة ديال سيدنا الله ينصره سلالة الملك محمد السادس، سياسة لتوسيع نطاق التكوين المهني والتكوين الهندسي في المملكة. واليوم المغرب تختار كمنصة بالنسبة لهذا الاستثمار وعدد الاستثمارات أخرى بفضل هذه المهارات اللي كيتكونوا في مجالس ومراكز التكوين المغربية اللي هي معترف بها اليوم عالميا وتوظف لتقوية القدرات الصناعية محليا وأيضا دوليا. طيب باعتبارك وزير الصناعة سيد رياض، هل يمثل المشروع نقلة نحو تصنيع المحركات بدلا من تجميع المكونات فقط؟ نعم، هذا المشروع هو كيعطي إمكانيات ضخمة أولا، بحيث أن تجميع الكامل للمحرك الطيارات سوف يمكن من جلب استثمارات أخرى لقطاع غيار ديال هذا المحرك اللي غيمكنوا من تكوين سلسلة الإنتاج متكاملة من أجل تجميع المحرك. وهذا أيضا كيعطي قدرة كيبين وكيبرهن على القدرة ديال المملكة المغربية لتصنيع مركبات جد معقدة اللي كيبرهن بأن المغرب قادر على تصنيع أي شيء، بحيث صناعة المحرك ديال الطائرة هي أعقد شيء في المجال الصناعي. جميل. طب هل هناك أي مشاريع صناعية مماثلة قيد التفاوض مع شركات عالمية أخرى؟ لدينا 2000 مشروع الذي نشتغل عليه بمفاوضات مع شركات وطنية وعالمية. المغرب مقبل في السنوات المقبلة إن شاء الله على قفزة نوعية أخرى في المجال الصناعي بفضل الرؤية ديال جلالة الملك. نعم. طيب برأيك ما عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي ستوفرها؟ هذا المشروع عنده عدد ديال الوظائف المباشرة هي 900. نعم. الغير مباشرة تقريبا 2000. ولكن الأهم هي أن سلسلة الإنتاج كلها غنحاولوا نوطنوها في المغرب اللي غتمكننا من خلق آلاف مناصب شغل إضافية وآلاف مناصب شغل جد راقية. شكرا السيد رياض مزدور وزير الصناعة والتجارة المغربي، كنت معنا ضيفنا من الدار البيضاء. شكرا على هذه المداخلة. إذن فقرة ضيف سنخصصها لتسليط الضوء على مجال صناعة الطيران في المغرب، خاصة بعد إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمشروع إنجاز المركب الصناعي لمحركات الطائرات التابع لمجموعة سافران بن نواصر. للمزيد حول هذا المنجز الصناعي والتكنولوجي ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الاقتصادية للمملكة دكتور رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد الاجتماعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة عين شق بالدار البيضاء. دكتور صباح الخير. صباح النور وشكرا على الاستضافة. إذن إطلاق مشروع إنجاز المركب الصناعي لمحركات الطائرات التابع لمجموعة سافران بن نواصر، بداية تعليقكم على هذا المشروع الذي اعتبر بلحظة تاريخية في مسار الصناعة الوطنية في هذا المجال. نعم، هي محطة تاريخية حاسمة. طبعا هي واحد طفرة نوعية. المغرب يدخل من جديد في عهد جديد من التكنولوجيا المتطورة والمتطورة جدا. اليوم استثمار مهيكل يقوم على طبعا على الابتكار، على الاستدامة، على نقل التكنولوجيا الحديثة، على الإدماج والمساهمة في الإدماج الصناعي في بلادنا. الأمر يتعلق بمركب صناعي مندمج يتعلق بالمحركات، وليس أي محركات من الجيل الجديد الموجهة للطائرات
من الجيل الجديد. كذلك الامر يتعلق بواحد الغلاف استثماري ديال 3.4 مليار درهم، فيها تتوزع على موقعين، موقع طبعا للاصلاح والصيانه، وموقع اخر طبعا لتجميع كل اجزاء نعم. المحرك. طيب. طبعا هذا واحد كما قلتم واحد طفره نوعيه، واحد المحطه تاريخيه. طيب دكتور، ان اطلق جلاله الملك بدايه صناعه اجزاء الطائرات في بلادنا. نعم، يعني المدير العام لمجموعة سافران قال إن اختيار المغرب لاحتضان المركب الصناعي الجديد لمحركات الطائرات سافران جاء لكون المغرب يعد بلدا يمتلك الكفاءات والبنيات التحتية الحديثة وإطارا ماكرو اقتصاديا مستقرا. تعقيبكم في هذا السياق، تعقيبكم على هذه التصريحات؟ نعم، بالفعل تعلمون على أن قطاع صناعة الطائرات هو واحد يحتاج مهن ليست ككل مهن متخصصة دقيقة. اليوم في بلادنا هناك شراكات مع الجامعات، مع المدارس أيضا العليا. هناك اليوم واحد المعهد ديال متخصص في مهن الطيران واللوجستيك الصناعي. طبعا الامر يحتاج الى التكوين والتكوين المستمر، لانه القطاع يتطور بسرعه كبيره. قطاع ايضا يحتاج المال، يحتاج ايضا رهان الامان، ولذلك لا بد من الابتكار ومن الابداع المستمر. اليوم بلادنا تتوفر على كل الموارد البشريه، الكفاءات والخبرات التي اصبحت لها تجربه وخبره في هذا النوع من الصناعه. نعم، ايضا لا ننسى قبل كل ذلك الاراده الملكيه، الرؤيه الملكيه الاستشرافيه والمتبصره، الدعم ايضا الذي تلقاه هذه الصناعه من طرف جلاله الملك. ايضا كل ما يتعلق بالمنظومه الصناعيه المتكامله والمندمجه. اليوم عندنا بنيات لوجستيه متطوره جدا، عندنا المنصه ديال ميد بارك بنواصر. ايضا عندنا استراتيجيه راه من 2005 مع المخطط ديال الاقلاع، ثم بعده المخطط ديال او الميثاق الوطني للاقلاع الصناعي في 2009، ثم بعد ذلك الاستراتيجيه ديال تسريع الصناعه، ثم ايضا في 2014 الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه الصناعيه. اذا الاستراتيجيه موجوده، الاطار الماكرو اقتصادي. نعم. قبل كل ذلك الاستقرار في بلاد الذي تنعم به بلادنا، استقرار سياسي واجتماعي ماكرو اقتصادي. كذلك الموقع الجغرافي المتميز قرب بلادنا من الاسواق المهمه في اوروبا، كما قال المدير بالامس، من اوروبا، من افريقيا، ومن الشرق الاوسط. بمعنى كل هذه المزايا نعم. النسبيه والتنافسيه تجعل من بلادنا منصه عالميه في هذا القطاع. طيب، تعقيبا على كلامكم، يعني بالنسبة للجانب المغربي، الرئيس المدير العام لميد بارك يؤكد أن إطلاق صاحب الجلالة لمشروع إنجاز المركب الصناعي لمحركات الطائرات التابع لمجموعة سافران يؤشر على دخول المغرب عصرا صناعيا جديدا يرتكز على الجودة والاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة. ما هي قراءتكم لهذه التصريحات؟ نعم، تصريحات توافق طبعا الواقع. اليوم كما قلت المغرب أصبح قاعدة ومنصة تنافسية في قطاع صناعة الطائرات. المغرب اليوم فاعل أساسي في سلسلة إنتاج المتعلقة بصناعة الطائرة. اليوم المغرب هو ينتج حوالي 40 مكون للطائرة، وهي مكونات أساسية. اليوم سينتج أو سيجمع ما يتعلق بأهم مكون في الطائرة، وهو المحرك. طموحنا كبير غدا أن في أفق 2030 أن نجمع الطائرة كلها في بلادنا وتقلع من المملكة الشريفة. طبعا اليوم عندنا حنا من بين واحد الدائره ضيقه ديال منتجي مكونات الطائره، من بين واحد 15 دوله
في العالم، 150 فاعل في قطاع صناعة الطائرات متواجدة في بلادنا، منها رواد عالميون في صناعة الطائرات. هناك تشغيل حوالي 25,000 ديال التقنيين والتقنيين المتخصصين والمهندسين، في افق ان يتضاعف هذا العدد. طبعا في 2030 هناك واحد نسبه ادماج كبيره جدا حوالي 42%، بمعنى ان هناك عدد من الصناعات المرتبطه بشكل مباشر او غير مباشر بصناعه الطائرات هي في تطور كبير في بلادنا. هناك واحد النسبه ديال النمو محلي تفوق ال 20%، ومعدل النمو ديال القطاع تفوق 4%، بمعنى كل المكونات وكل المزايا تجعل بلادنا واحد الرائد ان شاء الله في المستقبل في هذا القطاع. طيب دكتور زهرو، يعني نبقى يعني في سياق الحديث يعني في على الصعيد العالمي، يعني بفضل تطور الإمكانيات الوطنية في مجال صناعة الطيران يتم احتضان كما ذكرتم أكثر من 150 شركة فاعلة، من بينها بوينغ، سافران وإيرباص، ضمن منظومات طبعا صناعية متكاملة. ما مدى أهمية هذه المنجزات بالنسبة لك؟ نعم، هي منجزات كبيرة، لأنه لا شك أنها ستكون لها تأثير على التنمية الاقتصادية بشكل عام في بلادنا، تأثير طبعا على خلق القيمة المضافة، على توفير فرص شغل، على نقل التكنولوجيا، وهذا هو المهم جدا، لأن عدد من الدول المتقدمة صناعيا اليوم في آسيا وشرق آسيا هي كلها جنوب شرق آسيا هي كلها بدأت في البداية بعملية التجميع، واستطاعت فيما بعد أن تصنع منتوج بكامله. إذا نقل التكنولوجيا هو شيء مهم جدا. أيضا الدور على صعيد تقوية وتحسين القدرة التنافسية الخارجية ديال بلادنا. اليوم تعلم على أنه قطاع صناعة الطائرات يساهم واحد 5% من الصادرات في بلادنا، وحوالي في السنة الماضية 2024 حوالي 26 مليار ديال الدرهم كمعاملات موجهة إلى التصدير. طبعا هذا كله سيكون له واحد تأثير إيجابي على جلب العملة الصعبة، على تحسين الميزان التجاري وميزان الأداءات في بلادنا. في واحد القطاع اللي تعرف واحد يعني تطور كبير، واحد الآفاق واعدة جدا، كلها مزايا ومؤشرات إيجابية طبعا تنعكس إيجابا على المغرب. الدكتور رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد الاجتماعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة عين شق بالدار البيضاء، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات. مرحبا، أنا الذي أشكرك. ديالي وصلنا لنهايه الفيديو. الا كان عجبكم الفيديو ديال اليوم فما تبخلوش علينا بداك اللايك ديالكم وتشاركوا في القناه وتفعلوا لنا داك زر الجرس باش ديما نستمروا بجلبوا جديد والفيديوهات الحصريه ديالنا. اصدقائي ديالي كما شفتوا معنا في الفيديو ديال اليوم فراه كان واحد فيديو شيق ويستحق المشاهده. ما تنساوش كما هذا تخلونا الراي ديالكم في اسفل التعليقات، تبارطاجيو الفيديو مع اصدقاء ديالكم باش يوصل جميع المغاربه داخل وخارج انحاء الوطن. الاصدقاء ديالي كما العاده وصلنا للمرحله النهائيه من الفيديو، ما كيبقى ليا الا نودعكم ونتلاقاو بحول الله في فيديو مقبل.